الأهلي يخسر أول نقطتين في أول مباراة ليه في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورتس بنتيجة 2-2. الماتش بدأ بسيطرة أهلوية. أخطر فرص الشوط الأول كانت تسديدة تريزيجيه اللي عدت جنب القائم. الشوط الثاني كان مولع. أحمد رضا افتتح التسجيل برأسية بعد ركنية من زيزو. مودرن رد بهدف حسام حسن بعد الرجوع للفار، وبعدها علي الفيل أضاف الثاني. لكن الأهلي رجع بالتعادل في الدقيقة 79 برأسية ياسين مرعي من فاول نفذه زيزو اللي صنع الهدفين. تعادل بطعم الخسارة. في رأيك مين يتحمل النتيجة، المدرب ولا اللعيبة؟ اكتب رأيك تحت. أبرز الأرقام: استحواذ الأهلي 68% مقابل 32% المودرن. الأهلي سدد 16 مرة، 4 على المرمى مقابل 6 تسديدات فقط لمودرن. 398 تمريرة صحيحة للأهلي مقابل 154 لمودرن. أما عن التقييمات، زيزو الأعلى في الأهلي ب8.2 بعده ياسين مرعي 8.1 وأحمد رضا 7.4. أضعف تقييم كان لمحمد شكري ب5.9. التعادل بيخلي الأهلي يبدأ الدوري بنقطتين ضايعين. في رأيك مين يتحمل النتيجة، المدرب ولا اللاعبين؟ شاركنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك. وأسيبكم دلوقتي مع أغنية الماتش. الأهلي نازل في أول ماتش، فاكر النقط هتيجي ببلاش، لكن مودرن قال له استنى، دي النقط دي مش ببلاش. زيزو بيعمل اسيستات ومرعي بيطير في الكورنرات، لكن القصة مش خالصة، الهدف التاني جاب صداع. أول نقطتين طاروا يا قلبي طاروا، تعادل في أول جولة والحلم اتأجل بكرة، والجمهور مستغرب بيقول يا ولد ايه ده احنا كنا في الجول جول جول، لقيناها اوف سايد فجأة. تريزيجيه شاط الحارس قال لا، شريف طاير بس الكرة برا، حسام حسن جابها جوه والفار قال لا يا كوتش. جت في العارضة من رمضان والجمهور ماسك في الأعصاب، يا ترى ايه اللي هيحصل في الماتش اللي جاي يا احباب؟ أول نقطتين طاروا يا قلبي طاروا، تعادل في أول جولة والحلم اتأجل بكرة، والجمهور مستغرب بيقول يا ولد ايه ده احنا كنا في الجول جول جول، لقيناها اوف سايد فجأة.